بارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى اعتماد جامعة البحرين إنشاء مركز خالد بن حمد الرياضي لفنون القتال المختلطة، واعتمادها إطلاق المقرر الأكاديمي لرياضة فنون القتال المختلطة الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي شهر فبراير القادم. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه العامر بالرفاع سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي رئيس جامعة البحرين والبروفيسورة منى الأنصاري عميدة كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي وعددا من الأكاديميين. وخلال اللقاء ناقش سموه مع رئيس الجامعة تجربة الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد رياضة المصارعة ضمن المقررات الأكاديمية بالجامعات الأمريكية، مشيدا سموه بالنجاحات التي حققتها تلك التجربة في هذه الرياضة وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد مشاركة المنتخبات الأمريكية بمختلف المحافل والبطولات، مشيرا سموه إلى أن إدراج هذه الرياضة كمقرر تعليمي يمنح كذلك الفرصة لممارسيها من الشباب النمو المعرفي والثقافي حول هذه الرياضة لتتوازى مع متطلباتها على المستوى العلمي والميداني. وأكد سموه أن جامعة البحرين من الصروح التعليمية الرائدة لما تمتلكه من مقومات وإمكانات أكاديمية وعلمية كبيرة تساهم في بناء المجتمعات من خلال ما تقدمه للمجتمع من جهود متميزة في سبيل الارتقاء بحركة التعليم الذي يعتبر من المجالات الحيوية المهمة لنهضة ورقي الشعوب. كما بحث سموه مع رئيس الجامعة الشراكة الاستراتيجية في سبيل تطوير الرياضة من الناحيتين الأكاديمية والعلمية أو العملية، وقد اطلع سموه على عرض قدمه رئيس الجامعة تضمن الخطة الأكاديمية والتنفيذية للجامعة لدعم رياضة فنون القتال المختلطة. وعبر رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بلقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتحقيق الأهداف التي وضعها سموه من أجل نشر ثقافة هذه الرياضة بطرقها الآمنة والقانونية. بعدها استمع سموه لشرح للبروفيسورة منى الأنصاري عميدة كلية التربية والرياضة والعلاج الطبيعي عن خطة الكلية بإدراج مقرر أكاديمي معتمد لرياضة فنون القتال المختلطة ضمن المقررات الأكاديمية. ثم تابع سموه شرحا تفصيلا من قبل الدكتور فؤاد الأنصاري عميد كلية الهندسة حول إنشاء مركز خالد بن حمد الرياضي لفنون القتال المختلطة. ثم اطلع سموه على شرح من الدكتورة مها راشد مديرة مركز تسهيلات البحرين للإعلام بالجامعة حول الخطة الإعلامية والتسويقية المتكاملة للمركز لهذه الرياضة. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي تبذلها جامعة البحرين من أجل تنفيذ الرؤى والتطلعات لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية وتعزيز ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية بهذه الرياضة. هذا وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن فخره واعتزازه بما تسخر به البحرين من طاقات وإمكانات شبابية قادرة على الإبداع وتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات، مضيفا سموه أن العنصر الشبابي البحريني أثبت علو كعبه في جميع الميادين وهو العنصر الرئيس لدوام التنمية المجتمعية بالمملكة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه برفاع سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي رئيس جامعة البحرين وعددا من العمداء والأكاديميين ورئيس وأعضاء مجلس الطلبة ورؤساء الأندية والجمعيات الطلابية وطلاب كلية التربية الرياضية الممارسين لرياضة فنون القتال المختلطة بالجامعة. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدور الذي يلعبه مجلس الطلبة والأندية والجمعيات الطلابية بالجامعة في دعم النهج الأكاديمي والتعليمي بالجامعة، مؤكدا سموه أن تلك الجهات تسهم كذلك في رفع المستوى الإدراكي وتكوين شخصية الطلبة والطالبات من خلال الجهود التي تبذلها عبر طرحها للأفكار والمبادرات القيمة التي تعود بالفائدة الكبيرة على تطور الحركة التعليمية والرياضية في هذا الصرح التعليمي الشامخ. وقد عبر سموه عن سعادته بما لمسه من اهتمام واسع من قبل طلبة الجامعة بممارسة رياضة فنون القتال المختلطة، والذي يعكس مدى ما وصلت إليه هذه الرياضة من اهتمام كبير لدى الشباب البحريني، موضحا سموه أن هذه الرياضة بدأت تأخذ وضعها الطبيعي بين مختلف الرياضات بالمملكة، والذي يساهم بتطور مستواها وارتقائها، والذي له الأثر الكبير في اكتشاف المواهب في هذه الرياضة،
والذي سيكون مردوده إيجابي على مشاركات البحرين بمختلف المحافل والبطولات الدولية. وفي ختام اللقاء تسلم سموه من رئيس جامعة البحرين لوحة تذكارية تتضمن مسيرة دعم ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الأعوام 2012-2014 لجامعة البحرين. جامعة البحرين أعلنت اعتماد مقرر فنون القتال المختلطة ضمن المقررات الأكاديمية الخاصة بكلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي، وذلك وسط رعاية واهتمام من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، والذي استعرض أثناء استقبال سموه للوفد الممثل لجامعة البحرين تجربة الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد رياضة المصارعة ضمن المقررات الأكاديمية بالجامعات الأمريكية. الجامعات الأمريكية عندهم المصارعة اللي هي الرسلينج، هاي شيء ثابت في الجامعة يكون، فلا بد ان احنا نحصلنا نوع من انواع الرياضات هذه اللي تنمي الشباب عندنا، بالمعنى ان عندنا خامات وعندنا افراد عندهم هاللعبة هذه وعندهم الهواية هذه وهم قادرين انه يوصلون مثل ما شفتوا يعني عندنا في بطولة اوروبا. اهتمام أعرق الجامعات بالرياضة بشكل عام وبالفنون القتالية بشكل خاص يعكس ثقتها التامة بقدرة الرياضة على إعداد المواطن الصالح القادر على الدفاع عن نفسه وأهله ووطنه. رياضة فنون القتال المختلطة التي نحن بصددها اليوم تعتبر واحدة من أقدم أنواع الفنون، وربما هي التي خرجت منها بعد ذلك رياضات الفنون القتالية والدفاعية بعد أن وضع لكل منها قانونه الخاص. كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي سارعت للبدء الفعلي بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للارتقاء برياضة الفنون القتالية، وذلك من خلال إنشاء مركز خالد بن حمد الرياضي لفنون القتال المختلطة لدعم وتطوير ثقافة هذه الرياضة بين أفراد المجتمع. من خلال خطتنا طبعا عندنا مقرر اسمه مقرر فنون القتال، فهذا يطرح لأول مرة للطلبة طبعا لتعليمهم فنون القتال المختلطة. من خلال هذا المقرر اللي هو بياخذ طبعا أبجديات اللعبة والمهارات الأولية في اللعبة، إن شاء الله في المرحلة الثانية بنطرح مقرر آخر هو مقرر تخصصي في فنون القتال المختلطة. هذا ويتطلع الطلاب المنتسبين إلى كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي بأن يسهم إدراج رياضة فنون القتال المختلطة في الخطة الدراسية إلى نشر ثقافة هذه الرياضة وتشجيع الشباب لممارستها من خلال تسخير الطاقات الرياضية والعلمية والإبداعية وتهيئة كافة الأجواء لذلك.
أول شيء أحب أشكر الشيخ خالد بن حامد الخليفة على استضافته لنا هني، وذي دليل على اهتمامه في لعبة الدفاع عن النفس. من ناحيتي أنا أول ما دشيت الكلية شفت ذي المقرر في الخطة، بس إنه ما تم تدريسه ولا مرة. عندنا مثل الألعاب المعروفة كرة قدم وكرة السلة وغيرها، لكن هالمرة بينزل مقرر هو الدفاع عن النفس، وأنا عن نفسي أمارس ذي اللعبة بس ما كنت أمارسها في الجامعة. هاي اللعبة غير عن كل الألعاب، تحتضن القوة بشكل كبير، والطلبة أعتقد راح يعني يميلون لها أكثر، وإحنا ما صدقنا على الله طبعا تنفتح، وإن شاء الله راح تكون تخصص لنا هاي اللعبة، وجانب أنها تكون اللعبة متاحة حق الجميع، هاي جانب يعني وايد تمام. تعزيز أهمية الرياضة بمختلف أنواعها في الحياة وصقل القدرات والإمكانيات الرياضية لدى الشباب، هذا ما تسعى إليه جامعة البحرين التي تعد الحاضن الوطني الأكبر للشباب البحريني، حيث تتطلع الجامعة لأن تكون مركزا وطنيا لرياضة فنون القتال المختلطة، ومحطة لتأسيس وتكوين شخصيات الطلبة وصقل إمكانياتهم، بما يسهم في وصولهم لمرحلة البناء الذهني والمعرفي الصحيح، والذي ينعكس إيجابيا على المجتمع البحريني، إذ تسعى الكلية بأن يصبح الطالب ملما بهذه الرياضة من الناحية الثقافية والأكاديمية، وذلك لتعليمها فيما بعد في مدارس وزارة التربية والتعليم.